رحلة استمرت 20 عاماً. ملحمة الأوديسا. تخيل أن تنتهي من حرب دامت 10 سنوات، ثم تحتاج إلى 10 سنوات أخرى فقط لتعود إلى وطنك. هذه هي قصة الأوديسا، إحدى أعظم الملاحم في التاريخ. بعد انتهاء حرب طروادة، انطلق البطل أوديسيوس في رحلة العودة إلى مملكته، لكنه وجد نفسه في مواجهة أخطار لا تنتهي. واجه وحوشاً وأساطير وعواصف بحرية هائلة وجزراً غامضة وإغراءات كادت أن تمنعه من رؤية وطنه مرة أخرى. ومع كل خطوة كان يظن أنها تقربه من منزله، كانت مأساة جديدة تعيده إلى نقطة البداية. وفي وطنه كانت زوجته باينيلوبي تنتظره طوال هذه السنوات، متمسكة بالأمل رغم اعتقاد الجميع أنه لن يعود أبداً. وبعد 20 عاماً من الغياب عاد أوديسيوس أخيراً، لكنه وجد أن عليه خوض معركة أخيرة لاستعادة بيته ومملكته. ولم تبقى الأوديسة مجرد ملحمة أدبية، بل ألهمت أعمالاً فنية وسينمائية عديدة، من بينها فيلم The Odyssey الذي يعيد تقديم هذه القصة بمنظور إنساني ويطرح سؤالاً مهماً: ما الثمن الحقيقي للحروب؟ فالرسالة الأعمق للقصة ليست المغامرات أو الأساطير، بل أن الحروب تترك وراءها الفقد والمعاناة، وأن الطمع والصراع على السلطة يدفعان الأبرياء دائماً الثمن الأكبر. فهل تتغير الحروب أم أنها تكرر المأساة نفسها في كل زمان؟